كان ياسين شاب عايش لوحده في شقة إيجار في حي شعبي اسمه إناسي. شكله دايما هادي، مش بيكلم حد، رايح شغله راجع وساكت على طول. بس الهدوء ده ما كانش راحة، كان زي العاصفة اللي بتسبق الانفجار. زمان وهو صغير كان هو وعبد القادر أصحاب من الطفولة، كبروا سوا في نفس الحي، لعبوا، اتخانقوا، واتقاسموا العيش والملح. بس كل واحد خد طريق مختلف. عبد القادر دخل في سكة السوق السهل وبقى يبيع حشيش ويشتغل في شغلانة مش نظيفة. أما ياسين كان بيدور على لقمة عيش حلال، اشتغل في فرن، بعدين في كافيه، لحد ما لقى شغل بسيط في شركة توزيع. وفي يوم عبد القادر رجع ظهر فجأة في حياة ياسين، جهله وقال له بصوت كله خبث: فاكر زمان لما كنت واقف جنبك؟ دلوقتي جه وقتك ترد الجميل. كان عايز يستغله في شغل مشبوه، يهرب له شحنة في الأتوبيس ويفتح حساب بنكي باسمه. ياسين رفض وقال له إنه مش بتاع الحاجات دي. وهنا بدأت التهديدات: أنا عارفك كويس، وعارف أنت فين، وعارف ماضيك. عايز أفضحك؟ عندي صور من أيام شغلك في الملاهي، أوريهم لمديرك في الشغل، ولا تحب أزود؟ عبد القادر كان عارف كتير عن ياسين، وكان بيستعمل ده علشان يضغط عليه. بقى يروح له البيت من غير إذن، يهدد ويتفرعن. وياسين ساكت، محبوس جواه، خايف ومش لاقي مفر. في ليلة الجريمة عبد القادر دخل البيت من غير استئذان، كان صوته عالي، بيزعق وبيهدد، وابتدى يزقه ويشده: يا تساعدني، يا ندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. وساعتها حصل الانفجار. ياسين اللي كان ساكت لشهور مسك سكينة من المطبخ وبلا وعي طعن عبد القادر في صدره. الدم ابتدى ينزل، وعبد القادر وقع بيتنفس بصعوبة. وياسين مكملش، كأن في حاجة اتكسرت جواه. طعن تاني وقطع ودفن الجثة. تاني يوم الريحة ابتدت تطلع، والبوليس بدأ يربط الخيوط. التحقيقات لقت أدلة ومسجات تهديد في موبايل عبد القادر، وفيديوهات كان بيتفخر فيها إنه بيبتز ياسين. كل حاجة اتكشفت. في المحكمة ياسين كان ساكت، لكن المحامي بتاعه قال: موكلي مش مجرم محترف، ده ضحية ابتزاز وضغط نفسي، كان مريض وما كانش في حد يسمعه أو يفهمه. الحكم مؤبد مع علاج نفسي إجباري. بس السؤال اللي لسه من غير إجابة هو: كام واحد زي ياسين لسه ساكت، متكمش ومستني بس شرارة علشان ينفجر؟